ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معاكم هير مصطفى ودرس جديد في قناة دوتش ماخت سباس. النهارده هنتعلم درس مهم جدا برضو طلاب اولى ثانوي، اسمه الفيرب كونيوجاتسيون او تصريف الافعال. اول سؤال مهم جدا، wie konjugiert man das Verb im Präsens؟ ازاي بنصرف الفيرب في المضارع؟ تمام، طبعا انت بالنسبه لك كاولى ثانوي عامه هتصرف كل الافعال في المضارع، فاهم كده؟ عشان بس نستريح من البوينت دي. ازاي بقى بصرف الافعال؟ هنصرف الافعال مع 3 ضمائر فقط، وهم ايش، دو، وزي جروس. تمام. طبعا الكلام ده خاص بالكتسيون اينس اللي هو ليسون 1. لما ناخد الكتسيون اللي بعده هيزيد علينا ضمائر جديده، وفي الترم الثاني هيزيد علينا ضمائر ثانيه جديده. احنا بنتكلم ستيب باي ستيب كده، تمام، عشان بس الناس ما تفكرش ان ده درس خاص باولى ثانوي كلها. احنا بنتكلم في الكتسيون اينس اللي هو ليسون 1. تمام. هنصرف الافعال مع 3 ضمائر، ايش، دو، زي جروس. ايش انا، دو انت او انت، زي جروس حضرتك او حضرتك او حضراتكم. تمام كده. ازاي بنصرف الفيرب؟ مبدئيا كده انا عندي شويه افعال اهم، اللي هم كومن يعني ياتي، فونن يسكن او يعيش، هايسن يسمى او يدعى، سبريشن يتحدث، وفيرب زاين اللي هو فيرب تو بي اللي هو يكون. تمام كده. انا عشان اصرف الفيرب لازم اخلي بالي ان انا عندي حاجه في الالماني اسمها ان الفعل بيكون في المصدر. فيرب كومن هنا في المصدر. تمام. علشان اصرفه بعمل حاجه ان انا بشيل الاي ان. اكتر من 98% من افعال الالماني بتنتهي باي ان، والبعض الاخير بينتهي بان. تمام كده. خلينا في الاي ان. لما اجي اصرف الفيرب بشيل ايه؟ الاي ان اللي هي الاي ان بالانجلش، فبيتبقى معايا جزء. الجزء ده اللي هو من غير الاي ان بسميه اصل الفعل، اللي هي كلمه كوم. كلمه كوم دي اسمها اصل الفعل. وخليك فاكر الكلمه دي كويس عشان هنتكلم عليها كتير وهنرددها كتير قوي واحنا بنصرف اي فعل في الالماني. يعني مبدئيا كده بشيل الاي ان، يتبقى معايا اصل الفعل. ببدا اضيف لاصل الفعل حاجه اسمها الاندونجن او النهايات. ايه النهايات دي؟ النهايات دي هو اني الضمير ايش بياخد نهايه اسمها ايه، بضيفها لاصل الفعل. اصل الفعل من فيرب كومن ايه؟ كوم. فبالتالي لما اضيف له الايه يبقى ايش، كوما. برافو عليك. الدو تاخد اس تي، فبالتالي لما اضيفها لفيرب كومن اللي هو اصله كوم تبقى دو كومست. والزي جروس بتاخد النهايه اي ان، فبالتالي يبقى كومن. قبل ما اكمل حد هيسالني يقول لي ايه الفرق بين كومن اللي فوق وكومن اللي تحت؟ كومن اللي فوق هو الفعل في المصدر، كومن اللي تحت هو الفعل مصرف مع زي جروس. الاي ان اللي فوق هي الاي ان الاصليه بتاعه الفيرب، الاي ان اللي تحت هي الاي ان بتاعه الضمير زي جروس. خلاص كده الشكل واحد، ولكن الاضافات مش واحده. لازم وانت بتتصرف كده تكون فاهم. لما بتكون فاهم تستريح نفسيا. تمام. ناخد فيرب فونن. فونن يعني يسكن. هشيل الاي ان، تتبقى معايا كلمه فون اللي هي اصل الفيرب. ابدا احط لها النهايات، ايش، فونا، دو، فونست، زي جروس، فونن. عندي فيرب هايسن، هشيل الاي ان، تتبقى معايا هايس. احط لها مع الضمير ايش ايه تبقى ايش، هايسه، دو، هايست. وهقف هنا لحظه. حد هيقول لي يا هير حضرتك نسيت الاس وحطيت تي بس. هقول لك لا. فيرب هايسن لما شلت منه الاي ان بقيت الاصل بتاعه هايس، بينتهي بحاجه اسمها الاس ست اللي هي شبه البي دي. تمام. الاس ست في الالماني هي عباره عن شارفس اس او دبل اس. فلو كان اصل الفعل، ودي قاعده بتقول ان لو كان اصل الفعل بينتهي باس او اس ست زي هايسن ده، او اكس او زد اللي هي بالالماني ست، لما اجي اصرفه مع الدو ما احطلوش اس تي ولكن احط له تي فقط. ليه؟ لان اوريدي كده كده اصل الفعل بينتهي بنطق حرف الاس، فهضيف له اس ثانيه ليه؟ السات على الفاضي يعني هي، فبالتالي ملوش لازمه، فاحط تي فقط.
فالقاعدة اهي هقولها لك تاني عشان لو عايز تكتبها عندك. إذا كان أصل الفعل ينتهي بإس ست أو إس أو زد أو إكس، عند تصريفه مع الضمير دو أضيف له فقط تي وليس اس تي. تمام. مع الزي جروس هحط الاي ان تبقى هايسن فيرب سبريشن اللي هو يتحدث، هنشيل الاي ان تبقى شبرش، نحط لها مع الايش اي تبقى شبرشة، مع الدو تبقى شبرشست. وهنا في حاجه اتغيرت، الاي اللي بعد الار اللي هي الاي اللي بعد الار يعني اتحولت لاي. ليه؟ عشان ده بيندرج تحت قائمه الافعال اللي تتغير فيها احد الحروف المتحركه عند تصريفها مع الدو ار واس وزي. واي فعل يندرج تحت القائمه دي وانا بحفظه اركز فيه قوي عشان ده بيشذ عن القاعده، ده خارج القاعده، فبالتالي اركز فيه عشان يجي يسالني فيه. لو كتبت له سبريشست بالاي مش بالاي، يعني اس بي ار اي سي اتش اس تي، غلط، لازم اكتبها بالاي، لازم احفظ التغييرات دي. تمام. ومع الزي جروس سبريشن. طيب لو جينا بقى عند فيرب زاين. فيرب زاين هو فيرب تو بي من الافعال الشتارك في الالماني، افعال قويه بتتغير كلها، بتتغير شكلها تماما في التصريف. فلما باجي اصرف بعمل ايه؟ بشيل فيرب زاين كله وابدا احط تصريفات جديده. مع الايش تبقى، مش هحط ايه بقى هنا، لا ده هيتغير الشكل كله، فيبقى ايش ايه؟ بن، دو، بس، زي جروس، زين. ايه ده؟ هي ده اتغير شكله كله؟ اتغير شكله تماما. ولذلك بنقول عليه ايه؟ فعل شاذ يجب حفظه، او فعل قوي يجب حفظه. لازم احفظ الفيرب ده كويس قوي عشان الفيرب ده مكمل معانا في الالماني لحد ما نعيش ان شاء الله، قد ما نعيش. لو جينا كده خدنا اكزامبل على الموضوع ده، اول واحد كده بيقول لك ايه؟ في هايسه ولا هايسن ولا هايست ولا است زي؟ قالت له مونيكا هوبر، تبقى في هايسن زي. Ich hören hörst höre hört gerne Musik، أنا بحب أسمع موسيقى، تبقى höre. Was sagt sagen sagst ولا sage du؟ قال له nichts، أنت بتقول إيه؟ قال له ما بقولش حاجة، تبقى was إيه؟ sagst du. woher kommst komme kommt kommen du؟ قال له aus كايرو، قال له أنت منين؟ قال له من القاهرة، فيبقى woher kommst du. إيش ليرنست ولا ليرنا ولا ليرنن ولا ليرنت سبانيش؟ أنا بتعلم الأسبانية، تبقى إيش؟ ليرنا. دو شبيلت شبيلست شبيلن شبيلة aber gut فوليبال، قال له دانك، قال له أنت بتلعب فولي بول كويس قوي، فقال له شكرا، تبقى دو شبيلست. إيش ist ولا بيست ولا بن ولا زند تيمو؟ إيش بن. رقم 8 بيقول له Entschuldigung wer bist ولا بين ولا ist ولا sind sie؟ قال له أوليفر، من تكون أنت؟ فقال له wer bist du. رقم 9 wer ist ولا bist ولا بين ولا sind sie؟ في الأولانية كانت دو، في الثانية زي. قال له ich bin سيليفيا كونس، اسم ثنائي عشان المحادثة رسمية، يبقى wer sind sie؟ من تكوني حضرتك. was سبريشا ولا سبريشست ولا سبريشن ولا سبريشت دو جريشش؟ بيقول له بتتكلم ايه؟ قال له بتكلم جريشش، ففاس سبريشست دو. لحد كده احنا خلصنا درس النهارده، نتمنى تكونوا استمتعتم معانا مع هير مصطفى ودوتش ماخ شباس.